أثارت أنباء عن قرار مرتقب اتخذته فرنسا بوقف تسليم العلاوات ومعاشات التقاعد في الحسابات البنكية خارج الاتحاد الأوروبي حفيظة كثير من المغاربيين، حيث سيتضرر نحو نصف مليون شخص من القرار، أغلبهم من الجزائر والمغرب. ودأب جزائريون ومغاربة وتونسيون على وجه التحديد ممن اشتغلوا سنوات شبابهم في فرنسا على تلقي معاشاتهم مباشرة على حساباتهم بالعملة الصعبة في بلدانهم، لكن هذا القرار سيضع حدًا لذلك، مما سيجبرهم على فتح حسابات بنكية في فرنسا أو أي بلد أوروبي آخر للاستمرار في تلقي أموالهم الخاصة. قال الوزير المنتدب المسؤول عن الحسابات العمومية في الحكومة الفرنسية غابرييل أتال إن القرار يدخل ضمن خطة لمكافحة الاحتيال الاجتماعي، وهو الجزء الثاني من خارطة طريق الحكومة لمحاربة جميع عمليات الاحتيال المالية العامة، وفق وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. فما رأيكم أعزائي المتابعين في هذا القرار؟ فهل هو قرار صائب